الحقيقه اللي مش عايزين نعترف بيها، انت بتحكم على الناس من شكلها من غير ما تحس. انت ممكن تقول انا مش من النوع اللي بيحكم على حد من شكله، بس الحقيقه مخك بياخد 7 ثواني علشان يقرر الشخص ده تراست وورثي ولا لا. ليه بيحصل كده؟ عشان مخك متبرمج يعمل كويك اناليسيز عشان يحميك من اي خطر، وبيحكم على الدريس كود، طريقه اللبس، بدله بروفيشنال، كاجوال، تشيل رايق، لبس متبهدل مش مهتم. الناس بتاخد فيرست امبريشن قبل تتكلم كلمه. بادي لانجوج، وقفتك، نبره صوتك، نظرتك حتى، كل ده بيقول كلام من غير ما تتكلم. حتى البيرسونال جرومينج، النظافه العامه، نظافه الشكل، حاجات بسيطه زي مثلا نظافه الشوز بتاعك، ترتيب الضوافر حتى بتاعتك، تسريحه شعرك، ريحه البرفيوم اللي انت حاطه، كل ده بتفرق 180 درجه عن الانطباع اللي بيتاخد عنك. تعبيرات الوجه، ابتسامه، فريندلي، جديه زياده، متكبر، مغرور، ليها كذا معنى برضو مش لطيف. تلاقي واحد مثلا بيبص نظره شارده، غير واثق من نفسه، مش مرتاح. تفاصيل صغيره جدا بس بتاثر جدا. بس هل الانطباع الاول دايما صح؟ 90% من الوقت بتكون غلط اصلا. الشكل عمره ما كان بيعكس الشخصيه الحقيقيه. كم حد يتقدم لك شكله بسيط جدا وطلع جينيوس، وكم واحد تاني طلع فخم جدا وفانسي قوي وطلع فيك. الخلاصه، اهتم بمظهرك كويس عشان دي الرساله بتاعتك للعالم اللي بره. خد فرصتك، بس ادي للناس كمان فرصه قبل ما تحكم عليهم بسرعه. وانت ايه رايك؟ عمرك حكمت على حد وطلع غلط او طلع صح؟ اكتب لنا في الكومنتات لعلنا نستفيد.